قبل كده نأجل الخلفه، هاجمتوني يا بتوع الارياف لما قلت ما تجوزوش عيالكم وهم صغيرين، وقلت بلاش نجوز بناتنا لاي شاب يخبط على الباب نسال مره واثنين وعشرة. زعلتوا مني برضه، وقلت لكل ام لو ابنك مش قد المسؤوليه ما تجوزيهوش. جم الناس بتوع هنجوزه ونصرف عليه وعايزين نفرح بيه كلوني. قلت للبنت اللي جوزها بيعاملها ان هي اداه لشهواته او بيطلب منها حاجات حرام ما تكملش معاه. جم اللي قالوا عليا خربت بيوت. وقلت لو ولادنا بيشربوا حاجات مش ولا بد او بيتفرجوا على الافلام اللي هي مش كويسه نروح لدكتور نفسي. طلعتوني واحده متخلفه ومش فاهمه حاجه. قلت الست ما تتضربش ما تتهنش ما تتشتمش، ما عجبتش. فلو ابنك بيشرب وطايش ومش بتاع شغل ما تجوزيهوش وتقولي الجواز هيعالجه، لا ربيه الاول وعالجيه وشوفي قصرتي انت يا ابوه في ايه وصلحوه، لكن ما تبلوش بنات الناس بيه. واللي بتبقى خايفه على بنتها وتقول لك اجوزها واسطرها ربيها يا اختي كويس وعرفيها اصول دينها والحلال والحرام، لانها لو مش متربيه في بيت ابوها هتغلط في بيت جوزها. البيت والاهل عليهم كل حاجه، فلازم نثق في بناتنا وولادنا شويه، وما ينفعش نكون مقفلين ومضيقين دماغنا كده. ذنب كريمه في رقبه مين؟ اهلها ولا جوزها ولا اهله؟ انا هنا مش بتكلم عن القضاء والتحقيقات، انا بتكلم عن دور المجتمع. جه الوقت ان كل الظواهر السلبيه دي لازم تنتهي من المجتمع عشان ما نشوفش زي عروسه المنوفيه تاني. وربنا يحفظ ولادي وولادكم.